السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كده الطماطم. انا لقيتها حلوة كده في السوق، سعرها كويس. قلنا نفرز شوية طماطم كده لرمضان. فجبت طبعا دول 5 كيلو طماطم ونص كيلو فلفل احمر حلو. يعني مش حامي، بارد. قلت نعملها بقى مع بعض ونشوف هنصلصلها ازاي. طبعا ده التفريزات لرمضان، وانا بحب امسك الطماطم كده بعد ما اغسلها، اقطعها نصين عشان لو في حاجه من القلب ولا حاجه مش كويسه اروح ان انا اشيلها بالسكينه. وكده انا بقطع معاها طبعا الفلفل الاحمر، ومعايا بنجرايه كنت مفرزاها. طبعا اهي هقطعها برضو مع الطماطم. كده بتتقطع معايا بسهوله لانها كانت متفرزه. وبقطعها كلهم كده مع بعض. وهبتدي بقى لما اخلص الكمية دي هنشوف هنعملها ازاي. طبعا انا خلصتها اهي بعد التقطيع. هضيف عليها حبة مية واحطها على النار تتسلق. هنا حطيتها على النار، هسيبها تتسلق شوية. طبعا كده اتسلقت. بقلبها عشان اللي فوق ينزل تحت واللي تحت يطلع فوق، تبقى كلها مستوية سوا واحد. بعد كده هاخدها. انت المفروض بقى تستني عليها ما تبرد وتضربها في الخلاط. انا خدتها بقى عشان مستعجله، ضربتها على طول وهي سخنه كده في الخلاط. وطبعا هضربها بالخلاط كده. وبعد ما اضربها طبعا هصفيها في المصفى. طبعا حطيت اول شفشه اهوت في المصفى وبصفيها. طبعا هي سخنه فمش قادره امد ايدي فيها، فدي كبشه سيليكون بصفي بيها. ده التفل اللي طلع. طبعا التفل ده مش هيترمي. التفل ده ناخده كده نشيله في كيس في الفريزر. ممكن تضيفي منه على اللحمه المعصجه. تفل الطماطم ده انا جبت كيس وهحطه فيها. طبعا ده لما تحطيه على اللحمه المعصجه هيزودها ويديها طعم ويديها لون محمر كده وجميل خطير. يعني مفيش حاجه عندنا بتترمي. كده انا صفيت الطماطم. وادي البذره اهو بوريهولك التفل بتاع الطماطم. ودي نفس الحله اللي كنت بسلق فيها الطماطم، برد فيها تاني الطماطم بعد ما عصرتها وصفيتها في المصفى، شلت منها التفل والبذور، بردها تاني على النار. وطبعا برضو حاجه كويسه كده ان انت لما تسيبي الحله مكشوفه من غير غطا بيساعدها ان الصلصه تحمر اكتر، تبقى حمارها مركز يعني. وانا ضفت هنا نص معلقه ملح ليمون، دي ماده الحفظ بتاعتها. هنا شوفوا شكلها جميلة جدا، والحمار والتقل بتاعها جميلة بجد. انا طبعا جبت اكياس تلاجة اللي هي كده قلنا افرز فيها. بحط بقى ايه 4 5 كبشات كده. وبروح رابطة الكيس. طبعا الكيس ده بيور تقيل، فانت بتاخديه وهتشيليه. ممكن بقى لو انت هتطبخي طبخة بتزودي شوربة او حبة مية تخففيه. او لو انت مثلا ايه بتعملي محشي والطماطم غالية هتجيبي على قدك وتضيفي كيس من ده يحمرها. يعني هي مش هتخسر. التفريزات بقى بتاعت رمضان، وكل سنة بقى وانتوا طيبين. طبعا بحط كده 4 5 كبشات كده في الكيس وبربط. وطبعا عشان افرزها طبعا بطريقة، هي شفتوا الطريقة بتاعتها كويسة وجميلة وما فيهاش اي صعوبة. طبعا والفلفل الاحمر ده زود عزز اللون والطعم، خلى طعمها مسكر كده. وخلى يعني طعمها حلو مع البنجرايه، اللون والطعم والشكل. وبكده وصلنا للشكل النهائي بتاع صلصة الطماطم اللي هنفرزها. واتمنى الفيديو ينال اعجابكم. سلام حبايبي.